يعني ايه بقى الفشخره؟ الفشخره. الفشخره يعني آه، يعني الفشخره. يعني كانوا عايزين اجيب تلفزيون وفيديو ومراوح ومسألة ناموس، وكانوا عايزين يشربوا زي ما سعادتك طلبت كده نسكافيه. بس أنا بقى كنت عايز الأرض. ومين اللي كسب؟ أني واديكي ماشية على الأرض أهو. انت متعود تكسب كده على طول؟ وأخسر ليه؟ وأنا راجل مظبوط وحقاني. تعرفي يا مدام، لو فيه نار مشعللة أخش أطفيه وبإذن الله أطلع منها شخص سليم. لكن لو فيه نار وطالبين مني أشعللها أكتر، شوفي حضرتك لا يمكن أهوب يمتها أبدا. أنا كده من صغري، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى مسهلها لي. ابو المعاطي، اوعى تفتكر ان انا مخبيه اسمي علشان خايفه من حاجه. وهي الناس يعني بتخبي أساميها ليه؟ ما هو حتما ولابد ولازما تكون عاملة حاجة. لا بقى، مش شرط. مدام، أني وأحمد جوز أختي كنا بنتكلم بخصوصك من شوية. ايوه. و... وعشان أكون صريح معاك يعني، ايوه. لا مؤاخذة يعني، ايوه. إحنا خايفين لا مؤاخذة يعني لا تكوني عاملة لا مؤاخذة يعني وهربانة منها. يا سلام. أي والله. وكمان أحمد جوز أختي لا مؤاخذة يعني مرتب منك. مرتب مني ازاي بقى؟ افهم. راسه ألف سيف إنه شافك قبل كده وإنه يعرفك. طبعا هو كذاب. ليه بقى كداب؟ انا اقول لك ليه، لان هو اصله يا دوب من بلدنا للمركز ومن المركز لبلدنا. وحسب ما انا شفت كده يعني ان حضرتك اكبر من المركز ومن المديريه بحالها. حضرتك زي ما هو باين كده من اهل المدن واهل المدن الكبرى، وهو ما شافش عمره مدن كبرى الا من شهرين اتنين بس ومعايا. يعني لو كان شافك كنت تاني كمان شفتك. يعني بس على كل حال ما تقدرش تلومه على انه بيشك. تقصدي يعني انه صح؟ طبعا، كل الظروف المحيطة بيا تخليه يشك ويرتاب في أمري. يعني واحدة غيري كان زمان أهلها بيدوروا عليها. يا ستي بلاش هم يدوروا عليكي، قولي لنا بس هم فين، واني وعبد الهادي اخويا واحمد افندي جوز اختي واهل المنوه احنا اللي نروح ندور عليهم. اخصى عليك يا ابو المعاطي، انت للدرجة دي زهقت وعايز تخلص مني؟ انا عايز اطمن بس انك مش عامله وبعد كده اقعدي هنا زي ما انت عايزه، ان شاء الله حتى تقعدي سنه.